تخيل صديقك يطلب منك سيارتك وانت تعطيها له لان هو محتاجها، بس من يجي وقت انه يرجعها إلك بصورة فظيعة مستحيل تتخيلها. تعالوا أوريكم شلون صديقي رجع لي سيارتي بعد ما أعطيتها له، سيارة نظيفة ما فيها أي شيء، وأبيك أنت تحكم على الموقف اللي أنا فيه الحين. عطني رأيك بالتعليقات وتعالوا أوريكم السيارة. شوف، بالله الكريم إن رجعها لي بهالطريقة هذه، والله العظيم ما أكذب عليكم بنتفة كذي. رجع السيارة لي بهالطريقة هذه، يعني حتى ما كلف روحه انه يعني يحط الكرسي هذا داخل. اوكي، هذول كراسي، هذول كلهم كراسي، انا كذي استقبلتها. اوكي، شوف شنو هذا؟ هذا كله تراب، الله وكيلك تراب. شوف طبعا هذه هني نظام الكندي سياراتهم شلون، هذه هني تصير كرسي يا طويل العمر، هني يصير كرسي. شوف هذا يطلع يصير كرسي، ما كلف روحه حتى انه ينزل هذه بالطريقه الصحيحه. وعشان ما اكون كاذب واطلع الصوره الحقيقيه يعني كامله، استخدم هذه هو. شوف هذه كان حاطها بالسياره على اساس انه هو ما راح يوسخ السياره، بس هذه النتيجه يا جماعه. عجيب امر بعض الناس، عجيب امرهم. انا والله ودي غلط، ودي افشلك، مع ان هذا الفيديو كافي فشيله كافيه لك انت، عشان اوريكم شنو اقصد بهذا الموضوع. عشان اوريكم، شوف هذا شو اسمه ينفتح، شوف ينفتح. اوكي، او يصير كرسي، شوف يصير كرسي عادي. بس هو ما كلف على روحه حتى انه يشيل هذه. اول شيء هي شوف مرقمه، رقم 1 تدوسها تروح هذه، رقم 2 تدوسها تروح هذه، رقم 3 تدوسها تسحبها، ورقم 4 موجود، هذا رقم 4 تسحبها. يصير كذي، هو ما كلف روحه حتى يتبع الخطوات الصحيحة. شوف هذه النتيجة، خير ان تعمل شر ان تلقى. سبحانك يا إلهي، الحكم لكم.